بعد ما اكلنا كبسه السمك امبارح صحيت تاني يوم وما زلنا مع بعض في مدينه ينبع الساحليه. صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والمتابعه. رحنا فطرنا فول بالسمنه البلدي مع العيش التميس البسكوت ودي شط الطماطم تقريبا. مبدئيا كده انا حبيت خبز التميس من اول مره اكلت منه، والفول اللي بالسمنه البلدي كان حلو قوي ومع التوابل او الشطه اللي هي بالطماطم دي كان احلى، واحلى فطار مع كوبايه شاي تعدل المزاج. فطرنا الحمد لله ورجعت خلصت كام حاجه كده، وبعد العصر رحنا للبحر مع اننا في فصل الشتاء وانا جاي من الرياض بردان، لكن اجواء ينبع الصيفيه عندها راي تاني. طبعا انا في ضيافه صحاب الكرم ابو ياسر وابو فيصل الله يعطيهم العافيه، فهنركب مركب لانش وهنعيش احلى اجواء سياحيه ساحليه صيفيه واحنا اصلا في الشتاء. ركبنا المركب وبدات تتحرك وكنت مبسوط جدا الصراحه من المنظر. والقبطان اول ما اتحركنا شويه بدا ياكلوا الطيور ويفسحهم معانا، واللي يعرف اسم الطائر ده يكتب لنا اسمه في تعليقات. شوفوا ما شاء الله شكل الطيور الجميل وسط الاجواء الجميله دي ومنظرها وهي بتتسابق على الاكل، حاجه كده كلها جمال وبهجه. صحيح بما اننا في البحر الاحمر فتقريبا هنا اتجاه السودان وهنا اتجاه مصر والله اعلم. القهوه والتمر اساسي كده كده حتى لو طلعنا المريخ، معانا في البر ومعانا في البحر. الله يديم النعم والضيافه الجميله يا اهل الكرم. احلى فنجان قهوه سعودي مع التمر وسط الاجواء الجميله والمنظر الرايق ده. طالما اكلنا الطيور واحنا كمان شربنا قهوه واكلنا تمر فما ننساش السمك اللي معانا ويلا ناكله هو كمان علشان ينبسط. شوفوا بقى الحركه دي، هنحط التليفون في التلسكوب المائي ده علشان نصور السمك والشعب المرجانيه في البحر الاحمر اللي معروف انه مليان سمك واشكال والوان وشعب مرجانيه حاجه ما شاء الله في منتهى الجمال. نرجع نبص على الطائر اللي لسه ما حدش عارف اسمه وكتبه في التعليقات ونشوف حركاته ونظراته. وبصوا على الظاهره دي، نفس الطائر في منه لون ابيض، لما جه وقف على العمود الحديد استولى عليه، والطيور اللي لونها اسود كانت خايفه تقرب غير لما الطائر الابيض يطير، كان واقف على العمود اكنه واقف على عرش. تفتكروا بقى الطائر الابيض ده الذكر فمسيطر ولا هو انثى واحنا ما نقدرش نتكلم؟ اللي يعرف الظاهره دي فسر لنا. المهم ان الغروب قرب وكل شويه الجو يبقى اجمل والمنظر احلى، ويلا بينا عشان نطير باللانش ونزود السرعه وننطلق ونعلى بالسعاده والانبساط واحلى اجواء صيفيه واحنا اصلا في فصل الشتاء في مدينه ينبع داخل البحر الاحمر، حاجه كده في منتهى الروقان. ما تنسوش اللايك والمتابعه واستنوا الفيديو الجاي عشان نكمل باقي الاحداث مع بعض واجواء الرحله عموما. سلام.